السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح. يا رب تكون عملت كلها بركة وراحة بال وحسن الأحوال. تعالوا نقول لكم حاجة كده قبل المانجا. الموز بتاعنا بتاع الشجر بتاعنا اللي احنا صورناه لكم قبل كده في كام فيديو. ده الموز اهوت، بس ده كانوا مقطعينها صغيرة يعني علشان كده الصوابع بتاعتها صغيرة، ما استنوش عليها لما تكبر. بس هو استوى. وده دودو لسه جاي من الصلاة، لسه جاي من صلاة الجمعة. كل سنة وانتم طيبين. احنا معانا بقى المانجا خلاص دلوقتي ايامها، هي المفروض قبل كده، بس احنا دلوقتي بنحب نخزن المانجا الكيت الكبير ديت والنعومي. ديت مانجا نعومي ودي مانجا كيت، بنحب نخزنها كده. وفي هنا برضو مانجا زبدية اهيت، جايبين لكم انواع كتير عشان اللي عايزه تعرف النوع ده والنوع ده والنوع ده. ده النعوم. ايوه دي النعوم اللي هي الحمرا دي اللي بيبقى فيها حته حمرا كده اهي. انما دي الكيت. انت قاعد كده ليه يا باشا؟ قول لهم كل سنه وانتم طيبين، اعمل لهم بابا. اهي دي النعومي يا جماعه، وزي ما قلنا الكيت، ودي الزبديه اهيت. احنا كنا خزنا كميه تانية، بس قلنا بقى نخزن مع بعضنا كده الكميه ديت. انا كنت عملتها لكم قبل كده فيديو، والوقت برضو هنقشرها وهنقطعها ونخزنها مع بعض كل حاجه، فكملوا معانا الفيديو للاخر. بس اللي اول مره يشوفني وما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله. اللي خد المانجا وجري ده امسكه يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. هات دودو خد مني المانجا وجري. خد يا خد يا جزمه الجزم انت. شوف الايد اللي ما بتبطلش. خد هنا قد ايه؟ ليه طيب؟ ماشي يا دودو. هنبدا بقى نغسلها كده ونقشر فيها بس هغسلها واقشرها ونرجع مع بعض تاني. احنا كده خلاص بدأنا، يعني يعتبر خلصنا اهوت، يعتبر بسم الله ما شاء الله نص الكمية تقشير. وفي لسه بقيتها اهوت بنقشر برضو فيها، غسلناها وبنقشر فيها زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هنقطعها مع بعض يا جماعة. احنا قشرنا نص الكمية اهوت، ولسه معانا بسم الله ما شاء الله لسه بقيت الكمية اهيت. اللي بنقشره بقى دلوقتي بنقطعها اهوت زي ما احنا شايفين. قطعها بقى التقطيعه اللي انت حابه تقطعيها. بنقطعها وبنحطها في الاكياس، بنحط عليها السكر زي ما هنشوف كل حاجه مع بعض دلوقتي. التقطيعه بقى اللي انت حباها تفضل عندك اطول وقت ممكن، بدل انت خلاص هتحفظها بالماده اللي هي السكر. ولو عايزه تضيفي شعر يعني نص ليمونه كده عليها كلها لما بتيجي تقلبي فيها السكر برضو بيحفظها اهو. هي ماما دلوقتي كده بتقطعها اي تقطيعه عشوائيه، يعني مجرد ان احنا نقطعها كده تتحط بس في الاكياس تبقى سهله. وبرضو فيها يعني في يعني من المانجا دي برضو هنعينها بحالها برضو اهو، تاكل حاف كده. يعني احنا لما نخلص تقطيع هتكون نصها اتاكلت حاف. حاف لو هو ناس بتغمسها تتاكل كده يا جماعه والله. فاحنا هنحفظها بالسكر يا جماعه، كمان ده حافظه ليها بتفضل. وفي نفس الوقت لما بتتلج بتيجي تطلعيها بتلاقي السكر كده مخليها دايبه في بعضها كده، بتفك معاكي بكل سهوله. شايفين انت بتعمل ايه؟ شايفين الايد اللي اهو ده اللي انا لسه بقول فيه بقى. على ما ماما تخلص تقطيع نكون احنا كلناها. احنا دلوقتي يا جماعه قطعنا الكميه اللي كانت معانا كلها. دلوقتي زي ما قلنا هنحط عليها السكر كماده حافظه ليها. حطينا اهوت شويه، هنقلبهم بقى في المانجا كلها، نجيب من تحت ومن فوق وكله زي ما احنا شايفين كده. احنا اللي مقطعينها خرط كبيره كده. هي يمكن المانجا دي تاكل نصها يا جماعه لما احنا قطعنا دول. مفيش حد ما بيحبش المانجا.
بقى خلاص قلبنا السكر فيها كله. هنبدأ دلوقتي نجيب معانا اكياس التلاجة بتاعتنا. اهو هنبدأ بقى نجيب اكياس التلاجة ونعبي فيها كده على حسب بقى انت بتستخدمي قد ايه، يعني الكمية اللي انت تحطها في الكيس ديت ترجع لك انت. خلاص يا جماعه احنا عبيناهم اهمت. ما تستغربوش ان احنا معبينهم من اكياس كبيره، احنا وقت ما بنكون عايزين بنفتح الكيس من فوق لا كده. احنا عاملينهم لطريقه فرح، للبوفيه بتاع الفرح، فاحنا عاملين اكياس كبيره. انما لو على قد استعمالنا احنا في البيت بنعمل اكياس صغيره. قدامنا. عقبال عندكم ان شاء الله يعني عن قريب، ادعوا لنا يعني. هيبقى عندنا فرح. ربنا يفرح الجميع يا رب، اللهم احنا امين. عاملينهم للبوفيه بتاع الفرح والمشروبات. احنا عاملين غيرهم كمان بس قلنا نعمل معاكم كميه كبيره علشان اكيد ان شاء الله في الفرح باذنك انت يا رب هنصور لكم كل حاجه وهنقول لكم كل حاجه مع بعض ان شاء الله. اول مره بقى يشوفني وما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنعمله. يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.